دائما أبدا المسلم أمله بالله عز وجل. ليش؟ لأنه ربنا إذا أراد شيئا بيقدر يقول له كن فيكون. واحدة ما عندها خلفة، عندها ضيق، عندها حاجة، عندها رغبة تصير أم، افتح إيديك بالليل وقول يا رب. بيجي بيقول لك ما هو الفحص الطبي. أي فحص طبي؟ هو لما ربنا خلق آدم من طين كان في فحص طبي ولا قدرة الله تدخلت؟ هو ربنا لما طلع حواء من ضلع آدم كان في فحص طبي؟ ما فيش أم أصلا. هو ربنا لما خلق سيدنا عيسى ما فيش أب. هو ربنا لما طلع الناقة سيدنا صالح من الصخرة الصماء الجرداء أي فحص طبي؟ الفحوص الطبية هاي الناس بيحكوها، الفحوص الطبية يعني مقدرة البشر، بس في رب للبشر. انت في ضيق مالي، الجأ إلى الله عز وجل وقل له اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الجأ إلى الله عز وجل. عندك مشكلة مع زوجتك، عندك مشكلة مع أولادك، عندك مشكلة بالفلوس، عندك مشكلة بشغلك، عندك مشكلة مع نفسك، عندك مشكلة بالحياة، مع المال، مع الوظيفة، دائما أبدا خلي عينك بعين الكريم سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير. إحنا هلكنا وخربنا لما صرنا نحسبها 1 زائد 1 تساوي 2. طب والله وين؟ الله مش بالحساب. الله مش بالحساب. يعني الله عز وجل مش بحساب بني آدم اليوم. طب اسمع الرب شو بيقول لك سبحانه وتعالى: إن مع العسر، العسر معه يسر، إن مع العسر يسرا. إجوا قالوا لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ربنا حط مع العسر الواحد يسرين سبحانه وتعالى. ربنا حط مع كل عسر يسرين. طب استنجد بالله عز وجل، قل له اللهم إيمانا بكتابك وتصديقا لنبيك وحرمة لآياتك فإنك قد قلت إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أسألك أن تفرج همي وكربي وتنفس عني. الجأ إلى الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال أليس الصبح بقريب في القرآن، هو الصبح بس لسيدنا لوط؟ لا، صبح المهمومين، صبح المغمومين، صبح المدينين، صبح الناس التعبانين، كلهم هذول صبحهم قريب. لأن الدنيا لا تبقى على حال، والدنيا فيها تحول. الدنيا كلها ليس فيها ثبات على حال. لكن خلي أملك بالله عز وجل دائما وأبدا، إنه بعد مع الكرب ومع الشدة ومع الضيق الله عز وجل يختبرنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الرخاء والانتصار وسعة الرزق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ليش يا رب؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. وربنا ليش بيسلط البلاء؟ عشان يميزنا، عشان هذول جماعة ربنا اللي لما ربنا بيشد عليه بيقولوا حاضر إنا لله وإنا إليه راجعون، ولما ربنا بيعطيه بيقولوا حاضر أنفق ينفق الله عليك. لما ربنا بيبتليه بيقول له أمرك أنا عبدك المطيع، ولما ربنا بيوسع عليه بيقول له أمرك أنا عبدك المنفق. فهو في السراء والضراء يعيش مع الله عز وجل. النبي قديش تعرض للشدائد، الصحابة قديش تعرضوا للشدائد. في غزوة الخندق بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم الأمل ويروح بث فيهم روح الأمل. طب النبي منين جاب الكلام؟ أيوة إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مهما كانت الشدائد، أنت بتمر بأزمة مالية الآن في شركتك، واقف الشغل، قول يا رب، قول يا رب. هو الرزاق، مش بالدجل وبالحيلة وبالوهم وبالنصب والاحتيال. إنما عند الله